عارفه لما تشتري سيرم عشان يحسن بشرتك ولكن في الحقيقه مش بس ما اداكيش نتيجه، لا كمان خلى بشرتك اسوأ. وده بالظبط اللي حصل مع داليا لما استخدمت فيتامين سي سيرم. يا لهوي يا حرام. فانا النهارده جايه اعلمك الفورمه الصح اللي المفروض كل نوع بشره تستخدمها لما تشتري فيتامين سي سيرم. مفيش حاجه اسمها فيتامين سي سيرم وخلاص، لا، كل نوع بشره ليه نوع معين او فورمه معينه من فيتامين سي محتاج يستخدمها. هقول لكم امثله مصري ومستورد للي عايشين بره مصر وطبعا للي جوه مصر عن كل فورمه الخاصه بكل نوع، وهعلمك ازاي تقارني بين الانواع اللي موجوده في السوق، وكمان هقول لك اهم 5 اخطاء ممكن تكوني بتعمليهم وانت بتستخدمي سيرم الفيتامين سي مخليه النتيجه عكسيه زي ما حصل وشفنا في اول الحلقه. فاللي لسه مش عارفني عشان ما اطولش عليكم، انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا نبدأ. خلينا نكون متفقين ان فوائد فيتامين سي للبشرة عظيمة، ولكن اهمها الثلاثة اللي هقولك عليهم دلوقتي. اول حاجة ان هو مضاد للاكسدة، فبيحمي بشرتنا من العوامل الخارجية والشوارد الحرة اللي بنتعرض لها سواء تلوث او اشعة الشمس او غيره. تاني حاجة هو يعتبر محفز للكولاجين جيد جدا، فبالتالي بيساعد على نضارة بشرتك، بيساعد على ان بشرتك يفضل شكلها شباب مع استمرارية الاستخدام. والاهم بقى اللي الناس بتستخدمه عشان التفتيح وعلاج التصبغات، لان هو بيقلل انتاج الميلانين بشكل كبير، وده مع الوقت بيؤدي الى تفتيح البشرة برضو مع الاستمرارية. طب الفوائد العظيمة دي ايه اللي ممكن يحصل يخلينا ما نستفادش منها؟ تعالوا نبدأ مع اول خطأ. والخطأ الأول إنك تكوني بتستخدمي نوع غلط أو فورمة غلط. هو في أنواع صح وأنواع غلط؟ أيوة، لأن في أنواع بشرات مختلفة، في كذا نوع من أنواع البشرة وكذا نوع من أنواع فيتامين سي، ومش كلهم ينفعوا لبعض. احنا كلنا لما بنيجي ندور على فيتامين سي سيرم بنبص اول حاجه على ال اسكوربيك اسيد، وانا مش هلومكم لان انا كنت زيكم، لانه معروف ان ده الاقوى والاكثر تاثيرا وان هو احسن فورمه لانها النشطه من فيتامين سي، والكلام ده فعليا صحيح. ولكن مش كل نوع بشره ينفع تستخدمه. يعني مثلا هو ممنوع للبشره الحساسه، ممنوع للبشره المعرضه للحبوب، ممنوع للبشره اللي بتستخدم احماض كتير في الروتين بتاعها. لو استخدمنا فورمه ال اسكوربيك اسيد دوت هيعمل لك حبوب، ممكن مع الوقت الحبوب دي تغمق وتعمل لك تصبغات، فما تاخديش فايده الفيتامين سي. فمهم جدا لو انت بشرتك حساسه او بتستخدمي احماض او معرضه للحبوب ما تستخدميش الفورمه دي. بس لو انت بشرتك عاديه او جافه او حتى مختلطه ما بيطلعش فيها حبوب، طبعا انصحك بالال اسكوربيك اسيد لان هو مش محتاج يتحول في الجلد، هو بيشتغل على طول. طب ايه الامثله اللي ممكن نشوفها؟ لو انت بره مصر عندك طبعا سكين سيوتيكلز، هو اشهر واحد بره، وجواه كمان فريوليك اسيد، ودي حاجه مفيده جدا لما بنحطها مع فيتامين سي بتضاعف فعاليته. اما بقى لو انت جوه مصر ففي البايو بالانس فيتامين سي 10%، وفي كمان نوع طالع اسمه جونزاك كندا جواه 22%. هي دي نسبه عاليه بصراحه، وانا مش بحب ابدا النسبه اللي كسر 20 وهنيجي لده قدام في الحلقه، ولكن هو معمول بتقنيه اللايبوزومال والريفيوهات عليه تعتبر كويسه، فممكن برضو نجربه. ده غير طبعا ان في كوزر اكس بتركيز 23% من الفيتامين سي، ومعاه هيلورونيك اسيد ومعاه فيتامين اي، فالتركيبه بتاعته تعتبر لطيفه جدا رغم انه برضو تركيز عالي، ولكن الريفيوز بتاعته ان هو ما بيعملش اي تحسس في البشره لو انت بشرتك عاديه زي ما قلنا. وكمان خليني اقول لك انه سيرافي برغم ان هو مقاطعه، ولكن عشان الناس بتسالني عنه هو تركيزه 10% ال اسكوربيك اسيد. وبسبب عدم استقرار ال اسكوربيك اسيد العلماء قرروا ان هم هيعملوا لنا مشتقات، والمشتقات دي هتكون مناسبه لانواع البشره المختلفه. وهنا جه تاني نوع هنتكلم عنه اللي هو الصوديوم اسكوربايل فوسفيت. الصوديوم اسكوربايل فوسفيت ده يعتبر مركب مشتق من الاسكوربيك اسيد، لما بنحطه على بشرتنا لازم يتحول للفورمه النشطه، فمهم ان انا انوه انه اكيد اضعف في الفاعليه من ال اسكوربيك اسيد، خصوصا في موضوع تفتيح التصبغات. ولكن ليه ميزه هايله جدا، هو ووتر سوليبل، يعني بيدوب في الميه وبيدي ترطيب جيد للجلد، فبالتالي هو النوع الامثل للبشره المعرضه للحبوب. يعني الاكني برون سكين ينفع تستخدمه، السنسيتيف سكين او البشره الحساسه ينفع تستخدمه، وطبعا الاويلي سكين ينفع تستخدمه. فلو انت بشرتك دهنيه حساسه معرضه للحبوب، لما تيجي تدوري على فيتامين سي سيرم تشتريه، اشتري الفورمه صوديوم اسكوربايل فوسفيت. وخليني اقول لكم مثل عليها في السوق المصري هو ناتافيس 10%.
الفورمه الثالثه هي مغنيسيوم اسكوربايل فوسفات، والفورمه دي برضو بتدوب في الميه عادي. ممكن جميع انواع البشره تستخدمها ما عدا اللي معرضه للحبوب وما عدا البشره الحساسه، بس ممكن تستخدمها البشره الجافه لان ترطيبها كويس. ممكن تستخدمها البشره الدهنيه لو مش معرضه للحبوب، ممكن البشره المختلطه، ولكن لو معرضه للحبوب او حساسه يفضل ما نستخدمش غير الصوديوم فورم زي ما قلنا في اللقطه اللي فاتت. وخليني برضو اقول لكم امثله على المغنيسيوم اسكوربايل فوسفات. عندنا نوعين ممكن نقولهم دلوقتي، نوع بره مصر اللي هو باولاس تشويس، ونوع جوه مصر اللي هو الاليجون 10% فيتامين سي سيرم. وعشان اصحاب البشره الجافه ما يزعلوش مني، في نوع مخصص ومناسب ليهم اسمه THDA او تترا هيكسايل ديكايل اسكوربات. موضوع معقد شويه بس هتلاقوه مكتوب على السيرمز باسم THDA. النوع دوت بيدوب في الدهون، بيدي ترطيب هايل للبشره، ستيبل جدا يعني مش بيتاكسد بسرعه، وفعلا فعاليته هايله جدا لو انت بشرتك جافه، في توحيد اللون، في التفتيح، في النضاره، وكمان طبعا هينفع في الشتاء. وهتلاقوه في انواع كتير خصوصا بره مصر زي ذا اورديناري فيتامين سي 20% وميديك 8 سي تترا ليبيد سيرم. طب انتوا كده عرفتوا كل نوع مناسب لنوع بشره شكلها ايه؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو انتوا استخدمتوا حاجه مش مناسبه ليكم. والاهم قبل ما اقول لكم الخطا التاني اللي ممكن يكون بيبوظ فعلا فعاليه فيتامين سي سيرم حتى لو مختارين النوع الصح المناسب لبشرتنا، ان انتوا تعملوا لايك على الفيديو وان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس تحت مبسوطين يا نودي، عشان اتاكد ان انتم متابعين معايا الحلقه لحد دلوقتي. دي حاجه بتبسطني. واكيد تعملوا شير لاصحابكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام وده اسم الاكونت تحت. وطبعا انا برد على كل الدي امز، لو حد عايز اي حاجه او استشاره انا تحت امركم وما فيهاش كلام. ويلا بينا نبدا مع الخطا التاني، انك تكوني بتستخدمي التركيز الغلط. زي ما انتم شفتوا في اول الحلقه لما اديتكم امثله قلت لكم على حاجات كتير تركيزاتها مختلفه، بتتراوح من 10 لحد 22 و23 وغيره. طب ايه التركيز الصح؟ انت لو هتبداي فيتامين سي سيرم ابدأيه من 5 ل 10%، وبعد شهر تقدري تكوني تحولي على التركيز الاعلى اللي هو من 10 ل 20%. والكلام دوت بيكون على حسب برضو، هتستخدميه الصبح استخدمي من 5 ل 10 وما تزوديش، هتستخدميه بالليل استخدمي من 10 ل 20 وما تزوديش. طب هتستخدميه ليه؟ هتستخدميه لاشراق ونضاره، يبقى استخدمي ال5 بتاع الصبح قبل واقي الشمس، او ال10 بتاع الصبح قبل واقي الشمس. اما بقى لو تستخدميه لتفتيح تصبغات اكيد هتكوني محتاجه التركيز العالي، فاستخدميه بالليل واعملي الترنيشن بقى، يعني ما تستخدموش مع الريتينول مثلا، ما يبقى في يوم تاني لوحده، وهو ده هيكون التركيز المناسب ليكي. فعشان الخص الخطا التاني هقولك 5 ل 10 تستخدميه الصبح، ولو عايزه تزودي التركيز هيكون بعد شهر 10 ل 20 وهتستخدميه بالليل. والخطا الثالث بقى هو التوقيت، واوعي تقفلي لحد ما تشوفي اخر خطا لان كلكم بتقعوا فيه انا متاكده، وبيجي لي اسئله على الدي امز في الموضوع ده. بس خلينا الاول اقول لكم الخطا الثالث هو التوقيت. يعني ايه التوقيت؟ زمان كانوا دايما بيقولوا لنا ان فيتامين سي سيرم لازم بالليل عشان الاكسده وعشان ما يحصلش مشاكل في بشرتك، ولكننا مع الوقت عرفنا انه طبعا استخدامه الصبح ينفع جدا، خصوصا بالتركيز زي ما قلت من 5 ل 10، لانه بيضاعف فعاليه استخدامك لواقي الشمس. واقي الشمس ايا كانت حمايته بتوصل ل 98%، وفي طبعا حبه شوارد حره بتعدي كده، وده ممكن يؤدي او ياثر على البشره ان هو يعمل ايجنج مع الوقت. فلما بتستخدمي حاجه مضاده للاكسده قويه زي فيتامين سي قبل واقي الشمس الصبح اكيد بتفرق معاكي في صحه البشره، نضارتها، وكمان شبابها. والخطا الرابع هو الترتيب الغلط، ان انت تكوني بتستخدمي فيتامين سي في الروتين بتاعك بعد حاجات قبل حاجات. طب ايه استخدامه الصح؟ انا اتسالت السؤال ده كتير قبل كده وقلت لكم انه احسن استخدام ليه هو بعد الغسول مباشره على بشره جافه. ليه؟ لان فيتامين سي حمضي، ولما بتستخدميه بعد حاجات تانية كتير امتصاصه ما بيكونش كويس. ده غير ان هو لازم يتحول في الجلد للفورمه بتاعه الاسكوربيك اسيد لو انت مستخدمه فورمه تانية، فبالتالي ما بتاخديش فعاليته قوي. فعشان تستفادي فعلا من فيتامين سي الصبح خليه دايما بعد الغسول بتاعك. طب الاسكوربيك اسيد بجد غالي وكل شويه بيتاكسد ولونه بيتغير، هو لازم يعني نستخدمه وهو شفاف بس؟ الصراحه لازم تستخدميه وهو لونه شفاف، وزي ما انا موريه لكم تحت دي الوان الاكسده بتاعه فيتامين سي. اول لما يبدا يبقى اورنج ولا بني ولا حتى يالو غامق او اصفر غامق ما تستخدميهوش خالص. ليه؟ لانه بيعمل حاجه اسمها سكين ستيننج او صبغه للجلد،
فبدل ما تكوني انت بتستخدمي الفيتامين سي عشان تاخدي اشراق ونضاره وتوحيد لون، بالعكس هيخلي بشرتك باهته وهيعمل لك كمان بقع، فاكيد انت مش عايزه ده. مشكله لو احنا استخدمنا فيتامين سي واكسد معانا، بس ده هيكون عيب استخدام منا احنا، لان زي ما انتم شايفين اللون اللي انا بوريه لكم دوت، اللون ده لان انا ما استخدمتش الفيتامين سي سيرم دوت متواصل، لانه بصراحه ما كانش عاجبني. ده بتاع ايفا وانا عملت لكم عنه ريفيو قبل كده، ولكن مع الوقت بطلته خالص واستخدمت نوع مناسب ليا جدا عشان ما اسيبوش يتاكسد كده. فانت لما تكوني بتستخدمي نوع مش مواظبه عليه من 6 ل 8 اسابيع، عمرك ما هتاخدي الفوائد اللي قلنا عليها في اول حلقه. هتسالوني عن النوع اللي انا بستخدمه، انا بستخدم دلوقتي الاورنج ديلي 10% فيتامين سي سيرم. الفورمه بتاعته الاسكوربيك اسيد. انا بشرتي مش حساسه ولا معرضه للحبوب، والفورمه دي بالنسبه لي هايله جدا، خصوصا انها في شكل كريم. ترطيبه حلو قوي. خليني اقول لكم ان انا اصلا دلوقتي عامله ايه، انا يعني غسلت وشي وحطيته وحطيت ميك اب وطلعت صورت، ما حطيتش فاونديشن، ما حطيتش اي حاجه خالص، بجد مخلي بشرتي جلوي وحلوه قوي. عايزه اوريكم ملمسه، هو كريمي كده، وكمان جواه نسبه ريتينول بالميتيت او ريتينول ولكن قليله قوي. فانا بستخدمه بصراحه الصبح، ما بيعملش معايا مشاكل، بس انا مش بقول لكم ان ده الالتيميت صح، هو طبعا يعني لو استخدمتوه بالليل هيكون احسن، بس انا لازم اقول لكم ان انا بستخدمه الصبح عادي جدا وما بيعملش معايا مشاكل خالص، وبحطه بعد السان بلوك، واصلا ملمسه حلو وناعم كده، فانت لما بتستخدميه على بشرتك بتحسي ان انت فعلا مش محتاجه حاجه ثانيه غير المرطب بتاعك او السان بلوك. ويا ترى بقى بعد ما سمعتوا الانواع والاخطاء كنتوا بتعملوا كام خطا؟ وهل اخترتوا قبل كده نوع مش مناسب لبشرتكم ولا لا؟ وايه النوع اللي مريحكم؟ عايزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتس، لان انا بحب الريفيوهات بتاعتكم قوي، وبناء عليها انا بجرب منتجات واقول لكم اذا كانت حلوه ولا لا. فهستنى منكم اللايك والسبسكرايب والشير، وطبعا هستنى منكم تعملوا لي فولو على الانستجرام زي ما قلنا. وهسيبكم دلوقتي مع بلاي ليست مفيده جدا فيها شويه حاجات كده عن سيرامات هتحبوها، واشوفكم في الحلقه الجايه.